ورجعنا لكم مرة أخرى وحديثنا مازال متواصل فيما يدوم حال. الليلة نحكيو على الحرقة، على الشباب اللي قاعد يهرب من الفقر ومن الميزيريا على أمل أنه يكون حياته في أوروبا. توا باش نخليكم تكتشفوا معايا ونرحب بالضيف العزيز اللي حاضر معانا، محرز حسني. مرحبا بك. مرحبا، شرفتني. عسلامة 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 يا مش نحويت. عسلامة مش نحويكم لاباس. عسلامة بس عليكم جيتكم حارق حتى انا. مرحبا بك محرز. محرز ولا شكل نقولوا؟ لا محرز عاد شكل بيزينا منه. مرحبا بك محرز. وبك اكثر عايشك. كنت تسمع في ضيوفي اليوم؟ كنت نسمع اكيد راهو عندك ولاد حومتك، صحابك اللي بيان ما دامني نعيش في حومه عربي معناها في حومه شعبيه فما الحكايه هذا الكل. سمعت زاد كلام الناس الكل معناها ديما نقول في الاخر بالكل اللميمه هي اللي تغيظ قبل كل شيء، الفاميليا هي اللي تغيظ، هذاك اول حاجه اللي تغيظ بالحق معناها هي اللميمه معناها هي اللي خاطر ما تعرفش على ولدك باش يخرجوا، خاطر ما في بالهاش، خاطر ولد جينيرالمون يخرج 3-4 من الناس يوزوزوا له في وذنه فهمت، يدبر تري فلوس منهم وغادي هكا هو من بعد يقون يشوف خيط صحيح شقف يهز 3 من الناس يخرجوا فيه 6 ولا يخرجوا فيه 10 وسافوار يوصلوا شطر البحر ينجم ياكلهم ينجم كل واحد وكيفاش، وانت وزارك على 200 ينجح واحد يخلط واحد، واللي باش يخلط زاد ما فماش الجنه راهي غاديك معناها نقولها الناس الكل. اما ديما نقول ملول بالكل تولت عندنا زوز انواع نتاع هجره غير شرعيه يعني. تولت الهجره لايطاليا معناها مستقبل، وفما الهجره معناها فير الارهاب تو اللي هو هذا زاد سوجي تريز امبورتون. صحيح هذا معناها زوز حرقه راه الاخر يعطوه فلوس فهمتي، وهذا ماشي يلوج على الفلوس، والزوز هروب للموت، والزوز زاد هروب للموت كما تقول انت. انا نقول هنا كما قالوا الاساتذه من بكري نسمع فيهم يحكيوا الدوله وين؟ بالحق الدولة شنو؟ ما نحكيو على وزارة الشؤون الاجتماعية اللي وزارة الشباب. أنا نورمالمون نقول معناها المرشد والبوليس يولي فرض معناها فهمت، يولي بالحق يمشي يدق على الديار معناها. فباس ما فما مرشدين ولا فما حالة اجتماعية يدق على الدار عندك ولدك ومرتك ودرا شنو قداش في العائلة، أنا هو اللي يقرا أنا هو اللي ما يقراش فهمتي، واللي ما يقراش شنو قاعد يعمل فهمتي، تولي اوبليغاتوار الحكاية ويقيد، وبعد فما كونت رونديو والعباد الكل تفهم في الحكاية هذا الكل باش من بعد الشاب هذا ما يعملش ديفياسيون باش خاطر شنو في الآخر بالكل يبطل القراية. اليوم عام بالضبط نأكد لك أنا يقعد عام أقل من عام باش يخمم في الحرق، إذا عمل تعلم صنعة باش يخمم في الحرب، باش يقول لك باش تعلم صنعة وباش نمشي لإيطاليا باش نخدم في إيطاليا ولا باش نمشي لفرنسا ولا سويسرا ولا ألمانيا، والجينيرالمون ديما الباب الأولاني هو إيطاليا، ومن إيطاليا يقول لك تو نقطع عام فهمتي، تو نشد ثنية فرنسا ألمانيا وغاديك تو نفتق مواهب هو هكا في مخه اللي غاديك البارادي معناها فهمتني. انا نشوف ولاد حومتي عندي برشا توفاو معناها بالحق، عندي برشا توفاو، فما كعبات اللي وصلوا فهمتي واللي وصل زاد فما اللي رجع وفما اللي زاد فهمتي حياته ولت مزيانه من بعد بريود. نحن في الاخر بالكل الشباب هذا كل شكون يخزر ذاك الكعبه هكا اللي تفرهد هكا اللي رجع في السيف فهمتي معناها في اخر عنده 50 سنه يخدم غاديك دبر تفتفه فلوس خذا فهمتي وحيده بيجو 106 فهمتي ماتريكولي فهمتي عاد فيها كاسيت اللي عثمان مونتي دو لا فواتير وجاي فايس عليه شيخة الناس الكل يقول لك والله الاوروبا هذيا جو فهمتي نسكن في حياه ضامن معناها اكثر حومه معناها شعبيه ومعبيه معناها دونك في كل ما بين الدار والدار فما 3 حارقين، فما 3 حارقين فهمني، فما اللي وصل له فما اللي مات، فما زوز اخوه انا معناها ولاد حومتي لطف يا ربي معناها رجعوا في سنادق فهمتني معناها اللميمه مسكينه معناها زوز ولادها فهمتي، الزوز الولاد هذاك من الكسيبه والباقي بنات رجعوا زوز لطف يا ربي في سنادق بربي يشوف الشاويه وين فهمني. هذا نقول انا معناها نورمالمون من البلاد في حد ذاتها، البلاد في حد ذاتها هي تبدا في تعالج في الحكايه هذا. انا قلت لك معناها بيتيتر عطيت ايدي خفيفه نتصور عندهم هما مخطط مخير وتخمام مخير فهمت، علاش نبقاو ديما في كل بلاتو هكا نبقاو نحكيو والله وشبابنا وضايع ومساكن فهمتني وشو لزهم ما ندري شنو، ومن بعد ما يوصلوا غاديك نحبوا نفهموهم اللي الوضعيه راهي ماهيش جنه، راهو مش ديما هو الحل. اي لهنا ما تشوفش الكعبه اللي وصلت كما قلت عمرك شريت فرنساوي حرق ولا طلياني حرق؟ هم يعانيوا حتى احنا اللي علينا نوصلوا صوت العبيد نوريو الحقيقه والواقع وعلى الدول والسلطات اللي هي تتصرف. اختي نيره عندهم حتى هما راهو شباب في العماره نتاع شبابنا راه بطاله وصياع وفهمتي وسامحني ومعناها وياخذوا في مصروفهم عن دارهم وعندهم طريف الشوماج وك الجو هذاك الكل. عمرك شريت سمعت بيه حرق؟ لا. عندهم انواع تاع اجرام اخطر من الاجرام نتاعنا نحن. اما شاد بلاد علاش؟ خاطر بلاد كلكو بار موفرت له حاجات
فهمني. نحن بلادنا ماهيش موفر حتى شيء للشباب نتاعنا، من بعد ما يتيح ومن بعد ما يدعثر ويتيح على ركابه فهمتي ويتجرح، والله حق راني خممنا له هكا وراني قدينا له هكا، والا فهمتي سامحني شنو لز الشباب تنجم تحكي معاهم خويا الغالي ولاش لز اختي الغاليه زاده باش تحرق فهمتني. علاش كان فما احاطه من الاول بدات من البلاد من وقت مشيت تقول لهم راهي مثلا راجلي معناها لا غالب ما تلهاش بيا وبصغاري فهمتي. علاش تبدا امراه اونسانت ما زاد فما عندنا تخمام اخر زاد نخموم ما باش يكون محايد. فما اللي سمعت الاخت بكري قالت حرقت اونسانت. فما برشا عائلات انا عندي زاد ديزيكزامبل ولاد حومتي فهمتي راجل ومرته حرقوا وهي اونسانت. علاش نقول لك انا نولدوا غاديكا في ثالث يورقوا الناس الكل فهمتي نورقوا الناس الكل وهكا في الاخر بالكل ضربت عصفور بحاجه. اما نسالي فما بحر ياكل فما معناها تشوف الاحصائيات بحر غدار ابار غدار شوف الاحصائيات معناها ستو في 2014 توا فما 3000 مفقودين معناها لا تعرف عليهم وين وصلوا ولا وين لا وصلوا ولا ما وصلوش لكلام البحر معناها فما برشا. هذا ما شكون معناها السبب فيه. شو تقول سنيل صابر المدام سميرة؟ خلينا نسألوهم أنا وياك مع بعضنا. أنا نقول أنتم مشيتوا مشاو وشافوا الأوروب وتعذبوا في الأوروب صحيح. بعد العذاب اللي شفتوه تخيروا تونس ولا الأوروب؟ انت سمعت الاخت قالت حتى كان اتيتت لي فرصه باش نرجع نرجع. انا نقول علاش هي تحب تعاود ترجع. البريود تاع التمرميد اللي تمرمد فيها اي واحد حارق ديجا تعديت على راسه. بعد دخلت في معناها في الرفاهيه نتاع الاوروب سي بون وليت سنست ولا وليت نتكلم كيفهم وليت نعرف نعيش كيفهم وليت نعرف البلايص كيفهم وليت تفهم زاد فهمتي القانون نتاعهم وعيشتهم كيفاش. تقول لك انا العيشه نتاعهم هي محليه سيفري تمرمت اما باش نرجع لبلادي باش نعاود نبقى مرمده اكثر من اللي كنت متمرمد فهمتني. هذا اللي ما يلزموش يصير معناها رجعت لبلادها بلادها اولى بها وخير من فرنسا وايطاليا واي بلاد في العالم. تونس هي العز بالرسمي اللي لازم تلهب بولادها معناها تلهب ببناتها تلهب بشبابها تلهب بامهاتها بالناس الكل فهمتني باش ما نخلوش شبابنا اللي معناها في الاخر بالكل سامح. احكي معاهم محرز. انا نقول لك حاجه شاب من الشباب انت عايش وشايف وعندك انا شوف في الدبري اللي بريسك ما عندي ايميسيون معناها كان شفتها في التعدف الوطني الثاني تحكي على الحكايه هذه التعامل كان مع اللجان وتخدم كان مع اللجان فهمتني ودخلت في حوم ودخلت في وسط عائلات زاد وحكيت مع نماذج معناها فهمتي وعينات من المجتمع اللي حرقوا واللي وصلوا واللي صارت له مشاكل واللي تخلي يخدم في الريسك واللي من بعد الريسك ولا بيخدم حلال وريسك خاطر الحلال ما يخدموش ما يوصلوش خاطر الحلال ياخذ في 800 اورو وهو كيري ب 600 اورو فهمتي. دونك ضريبه حلال وضريبه حرام فهمتي. هكا اللي 100 اورو نبعثهم للدار والحرام كان شيخ بيه غاد ومن بعد في الاخر بكل ما تعرفش عليه نهار الكرفتوه فهمتي تعدى في الحبس وبعد يروح وانت ذوري عشتم الحكايه هذا الكل غاديك فهمتي. موجود فما يمكن الاخت اكثر واحده محظوظه شويه فهمتي بحكايه السونتر خاطر انا عندي فكره معناها ظريفه اللي سونتر غاديك اللي كان قاعد شويه الفويه هذا معناها فهمتي اللي يوكل فيهم ويشرب فيهم فهمتي ويخرجوا بالوقت وعندكم وقت ترجعوا فيه هكا عندي فكره ظريفه على الحكايه هذه يمكن شي كان هكا صبرت شويه ما خرجتش خاطر شنو الفويه حسره غاديك فهمتي. الفويه حسره برشا ومربوطه بالماكله والشرب وكهو حد غادي وشويه برشا تقول لك لا انا ما جيتش لهوني باش ناكل ونشرب ونرقد جيت لهنا باش نبدل باش ندبر فلوس باش نروح لولادي باش نروح لصغاري. كان صبرت شويه يمكن بعد ما تعذبت خاطر يشوف اللي تعديت به الكل راهو ماهوش ساهر راهو شوف بحر معناها ساعه في قلب البحر تبدا الموجه قد جبل راهو الفلوكه نكته في البحر يبدا فهمتي تهز زوز ساعه ما يمنعوش بالانسي ويهزوا بحر حوت ياكل وعبيد ما الجريسات دح وتغامر وتحرك فهمتي مش مره واثنين وثلاثه صعيب باش يوصلوا غاديك. انا نقول معناها ممكن هذا اللي ما خممش فيه رشدي وما خممش فيه امه قبل ما يخمم يمشي. اجي نقول لك حاجه باش نحكي من منظور الشباب سامحني انا ما عندها الحق اللي اكثر اللي قلت لك انا اول ما كلمه قلت لك العائلات هم اكثر عباد مشويين فهمت. الطفل ولا الطفله ولا اللي هو خاطر عرفت برشا اللي حرقوا واللي تلبس عليه واللي رجع وفي الحبس واللي رجع مجرم واللي رجع فهمتني وقال لك السماح منها الغربه واللي رجع خلى كارثه غاديك فهمتي خاطر يبعد من بلاده يقول لك اسمع انا علي ولا اعداء يسمعني ينهز الكل يروح بالكل فهمتني يمشي يعمل قضيه مشنع ويهرب
فهمتي، ويخلي معناها يخلي عنده برشا حبس غاديك، والكلها راهي تخمم هكا، الشباب الكل خمم هكا. نحن نقولوا نحاولوا معناها في توا في الوقت الران، خاطر هذه الحكايه انا ملي تحليت عيني للدنيا اسمع بالحرقه وما زلت باش تكمل كان فماش بالرسمي حد الحكايه هذه، سيرتو معناها نعرفوا كيفاش نعاملوا شبابنا تو، نعرفوا كيفاش نحيطوا بالشباب نتاعنا ونعاونوهم بالحق ونشدوهم لينا لبلادنا، فهمتني؟ سينو راهو باش تبقى تتكرر الحكايه، وكل عام باش تسمع معناها راهو غدوه باش يحرقوا برشا، وبعد غدوه باش يحرقوا اكثر من اللي حرقوا قبل، وديما انسي دي سويت هذيك هي الحكايه، فهمتي؟ واللي اخر يرجع واحد لاباس بهم وغادي يقول لك هذيك هي الجنه، فهمتي؟ ماهيش هي الجنه، راه فما تمرميد غاديك وانت ديجا راك شفت، فما بيت في الجنين، فما معامله خايبه على الاخر، العربي فهمتي شعره اكحل معناها هكا، حتى شعره اصفر تكلم، فما توانسه في حد ذاتهم غاديك يعيشوا غاديك وباللونجاج ملي يشدك معناها يعرفك تتكلم ويضحك معاك ويشرب معاك القهوه غاديك ما يعرفكش، ويقول لك تو نهزك واجا بحذايا ونعاونك، وقداش يهز جمعه جمعتين باش يقلق منك، في الاخر بكل شيء يقول لك دبر خدمه، ماكش تدبر خدمه خاطر اول حاجه اللغه باش تلقى اول حاجه يهز روحه ويحسن ظروفه باش تمشي تخدم في الريسك، واذا خدمت في الريسك معناها تعرف الثنياوي يا تربح يا ما تربحش، والريسك حتى الريسك في حد ذاته ما عادش في تاج، ما عادش في البلدان وانا بيدي حتى كي مشيت غادي مانيش مخمم في الريسك، خاطر انا تربيت بالاحلام ما تربيتش على الحرام. اجي نقول لك حاجه سامحني، لا ابقى كل شيء نحكي صحيح باش نحكي تفرض عليك ما تقوليش شوف انا نقعد جيعان نحكي معك بالواقع، راه نقعد جيعان ومش ايدي على نتاع الناس ولا من شو اسم خويا الغالي؟ لا شو اسم خويا الغالي؟ لا سامح، شو اسم خويا الغالي؟ صابر زاد صابر ولد حمدي، اسمعني ولد حمدي هذا لي الزريقه نعرف باش نعرف كيفاش نتكلم ولا لا بالرسمي ولد حمدي. شا بلادنا شا اللي يحب يتمرمد في بلاد، عندي راهو عاينه مصلي عني بيه، معناها قلت لك معناها نسكن في الحي، انا حتى من الفاميليا عندي شكون حرق، معناها الحرقه معناها مولود في وسطه، ونعرف في السيركوي هو صابر ممكن محرز يحكي على الاغلبيه على الحكايه حتى السيركوي كيفاش يتم معناها تاع الحرق، وانا اعطيك الصحه، وانا حطيت لك في مخك باش انا كي مشيت غادي فهمتني، حتى كان ما خممتش فيها الحكايه هذه باش نخدم ريسك ولا باش نخدم حاجه تغضب باش تتفرض عليك، لا ما تفرضتش اخزل سامح. بالنسبه لي انا سامعني، عندك شهاده خارج بها؟ عندك صنعه؟ عندك صنعه؟ حبيت انت توا يلزم حاجه يفهموها زاد التوانسه الكل، انت قلت لو كان قعدت في التشانترو تنجم تلقى الوراق هذا ليش؟ واش قلت لك شو بالرغم الصعب لا مش معناها راه نشجع على قصدي معناها شوف مش تشجع عليه، حبيت نعطيك فكره انت ما تعرفهاش، تقعد ولا ما تقعدش في شارع وباه، ليش؟ مش نقول لك، لانه في 2011 ثم معاهده صارت بين تونس وايطاليا في وقت باجي قد اللي يمشي من بعد 4 سبتمبر يروحوا به، ما يقعدش، ممنوع، هذا مصح عليه، هذه اتفاقيه، ما عندكش الحق جمله تقيم في اوروبا، معناها تخيل راك ماشي منه. وفما اللي فيزا عطوهم ب6 اشهر وقتها فهمتي، وبعد كل واحد يمشي اسمعني هذيك انا قلت قبل كتفريد الاتفاقيه اش تمت اللي وصلوا قبل. احنا ماذا بينا سيدي نحكي لك حاجه، حتى بلادنا راه يقول لك حاجه تجيب فيها حمص وزبيب، راه نحن بلادنا فهمتي اي واحد حارق تجيبه مغربي على جزيره درا شنو فلوس والدنيا تاخذ فيها تونس، على كل مهاجر يرجع لتونس. ماش نحكي نحكي انا فاهمك، راه فهمتك شنو تقصد، وباش نحكي لك حاجه اخرى، حتى تونس زاد في حد ذاتها فهمتي بلادي العزيزه الغاليه، راه صرت موتك الحارقين الكل جزيريه على مغاربه على سامحني عفوا من قبل الثوره لتو معناها سامحوني لحظه باهي، خليني نزيد نشارك سي مهدي، خلينا نزيدوا نعرفوا رايك انت في الموضوع، خلي لك كلمه الختام سي مهدي. كلمه الختام اولا كما قلت دائما مهما كانت الثروه الموهومه في اوروبا لا تساوي يعني دمعه على ولدها مهما كانت احقاق الحق هذه الحياه البشريه ارقى من المال وارقى من المغامرات، وماذا بينا نخرج بنصيحة أنه على العائلات، على السياسات الاجتماعية نتاع دولتنا أنها تحتضن شبابها وأنها تعطيهم الكثير الدعم. من الأمل. هذا المسألة الثانية على حكومتنا أنها تجد وإن شاء الله اللجنة هذه اللجنة الوطنية لمعرفة الحقيقة وليداتنا وين اللي انت تتحمل المسؤولية تصل في الأشهر القادمة حسب ما أحكوا بعض المسؤولين الرسميين أن في الأشهر القادمة ستنشر التقرير ويصبح هذا التقرير علني والناس الكل تعرف مصير المفقودين. المسألة إن شاء الله يا رب. المسألة الثالثة أعتقد أنه على بلادنا أنها تعمل على إيجاد اتفاقيات
اللي نحكوا عليها مش فقط اتفاقية الترحيل وقبول الترحيل. صحيح بلادنا كما قال أمضت اتفاقية مع إيطاليا على أساس أنها تستقبل التوانسة اللي تم اكتشاف أنهم حرقوا أنهم أيضا في وهذا تعاون أمني معروف إلى غير ذلك. ولكن أهم شيء هي اتفاقية تونس في توسيع ما نسميه تأشيرات العمل. الكوتا الغير معمول بها في إيطاليا أو مع فرنسا أو مع إسبانيا، أن بالإمكان الاقتصاد الأوروبي أنه يستوعب سنويا عشرات الآلاف من التونسيين. ولكن خلينا نقول أنه للأسف سياق الإرهاب في الأشهر الأخيرة لم يكن مواتاً لدفع الحكومات الأوروبية لتوسيع دائرة استقطاب المهاجرين. أنا معاك في الهجرة أوكي، والهجرة الشرعية واللي بربي جست معنا نقطة مزيانة برشا. أما تلقى واحد معناها لا تلقى واحد علاش مش بلاده أولى بيه، معناها علاش الإحاطة ما تكونش لهنا قبل ما يخرج البر. أنا اللي هنا بحذا دارك بحذا أمك هذاك اللي حبيت فهمتني، بحذا تروح تاكل ماكنة بلينة تلقى دبشك مغسول فهمتني، تروح غاديك شنو مع السماح اللي ترى فيهم الكل اللي خرجوا معناها أبار كيلكوزان معناها ولا كعبتين وكعب الكلهم معناها عايشين مرتاحين. علاش الكلهم لاباس بهم دوما داير حتى اللي يمشيو يقراو ترى فيهم كيفاش متعذبين ويعرفوا حاجتين. أنا الإيحاد لهنا نبداو من هنا من بلادنا. أنا مواطن كوني، أنا نؤمن بحقوق الإنسان، والإعلام العالمي لحقوق الإنسان بما فيه الدستور التونسي أيضا ينص على أن حق الانسان في التجول. انت السبادري هذاك تلقاها ممكن جايك من فيتنام كذا السبادري يتجول والانسان ما يتجول. الانسان ما عندوش علاش نؤمنوا لمارشانديز يتحولوا البشر. الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص، وحتى الاتفاقيات نتاع تو الاقتصاديه توا قبل خرج من القرايه نكونوا نعم نتعلموا صنعه ومن بعد خليه يمشي ما يسالش بالتاشيره. مش معناها انت قاعد يخرج لي اوروبا بنات نفسها في السبعينات على أجساد المهاجرين. ولذلك علينا أن نتمسك مهم جدا، علينا أن نتمسك بمبدأ حقوق الإنسان. يا خلي بنيونا بلادنا نحن أكثر بلادنا مبنية. هذا حق الهجرة. ثم السياسات الاجتماعية. إيش بما يهاجروا الناس خلي بنيونا كانوا هاجروا. لا عاد كانوا هاجروا. لكن احنا توانسه ما لقيناش كيفاش نعيشوا في البلاد. عندنا يسامحوني راهو الوقت بالحق ما عادش يكفي. 1937 الجالية الإيطالية كانت 80,000. يجونا النوابغ. لا جاء والمالكيه لا كانوا تجار وكانوا في القطاع وكانوا فابريكات وبعد يجيو عندهم معامل واسياد لكن للاسف العائله وولادنا قاعدين كل يوم يهربوا. بلادنا تعطي حق الهجره للناس الكل، تعطي حق الشباب كل شيء، وتعطي لابنائها مشاريع حياه. سامحوني يا جماعه ولكن اوروبا قبل ما يخمم باش يحرق، قبل ما يخمم يحرق. انا فهمت لهنا في داره في وسط فاميلته انا نوعيه نحطه على السكه قبل ما يخرج يخمم باش يوصل يحرق. فهمت ويشق البحر هذا الكل فهمتي وسافوار في الاخر بالكل مسكين. يا جماعه في قانونيه بربي قانونيه البلاد ما وفرتش برشا حاجه توفر لك حاجه. حطينا القوانين لكن ما عملنا حتى شيء وما تبدل حتى شيء. تفضل سي عماد. نقولوا في كلمتين بايجاز. هالحالات راهو يلزم يتحمل مسؤوليتها تونس. اثنين، اوروبا تتحمل مسؤوليتها، مش معناه نحب اولادنا. انا من نتمنى حتى تونس يخرج من تونس، الكلنا نصنعوا تونس مع بعضنا، اما لكن يلزم اوروبا تحكي معنا بالمثل. كيما هما يجيونا وعندهم حريه تلقى، كيما انت حقك تتصور قدام الطرفات. نقطة وارجع ماهيش مشكلة راني نحب نهاجر لأوروبا، راهو مشكلة تلزم نظرية أوروبا تتبدل بطريقة شرعية، مش على البحر ويموتوا الصغار، مش يموتون الوالدين الكل تبقى محروقة في الدار. هذه المشكلة. زرتي على الأقل نعرف كمية ترجع لي أنا نمشي لك نقرأ لك الفاتحة ما ساعة واحد ما تلقاش تلقى حتى خبر تلقى شوية. يا جماعة للأسف حتى نحن زاد مشاركين في كنت نحكي السلم الاجتماعي زاد مشاركين. السلم الاجتماعي واوروبا تحمل مسؤوليتها في حريه التنقل، جزء من الاجزاء. السلام عليكم. بلادنا نحمل المسؤوليه في الشباب اللي قاعد يصير هذا الكل. بلاد معاك انا معاك. محرز محروق يعرف برشا ولاد حومته، يعرف برشا شباب منهم اللي وصل له، منهم اللي كما قال لك روح اللطف في صندوق، منهم شبابنا اليوم راهو مانيش عارفين مصيره وين. المفقود اللي توفى، اللي يلوج على طريق باش يبني حياته، اللي حياته تحطمت ويلقى روحه واقف ومعاه صغار مين باش يعيشهم. هذا الكل خلى الناس الكل
متهيجه محروقه وتخمم في الهجره وفي الحرقه. نظرنا برشا وحكينا برشا، توا وقت باش بالحق التونسي يلقى بلاصتو في بلاده. نشكركم، مرحبا بكم. نشكرك سي مهدي، مبروك، ربي يفضلك. نشكر السي عماد، مرحبا بك. نشكر ضيوفي اللي حضروا معايا. خالتي سميرة، ربي يسمعك خبير زين ان شاء الله، على اقرب فرصه تسمع خبر على ولدك. صابر، ان شاء الله سفره ميمونه، وان شاء الله تبني حياتك من نول وجديد وتلقى طريقك وترجع تفرح ميمتك ان شاء الله. ضيفتي العزيزه، اكيد انه احنا مش نخفوا معاك، مش نسيبوك. ولادك كيما برشا اولاد الله غالب قاعدين عايشين الفقر، انت امنيتك الوحيده اللي انت تعيشهم وتوكلهم وتشربهم، وعندك الحق في هذا الكل، وعندك الحق باش تطالب بلادك باش توفر لك الحقوق هذه. محرز، مشكور اللي انت لبيت الدعوه، مشكور اللي انت جيت وحكيت. نعرف اللي شرفني معناها ديما نحضر في حاجات كيف نكايه معناها، وانا مع اي حاجه مع اي سوجي كيف نكايه في اي بلاد في اي بلاتو في اي، وما يدوم حال يحكي للتونسي وعلى التونسي، ويحب يحكي الواقع نتاع التونسي كيما هو. نشكروكم، ان شاء الله نتقابلوا في الحلقه الجايه من ما يدوم حال. ليلتكم زينه وعلى خير.